مساء الخير، بربي باش نغتنم الفرصة على خاطر خويا ما عندوش توصية قصوها عليه وعنده كان وطنية أولى وطنية ثانية باش نعمل له نداء صغير. يا سامي يعليك ويا سامي يخليك، مش هذا اللي فهمنا فيه يا سامي، احنا تفهمنا بالصمود ثم الصمود ثم الصمود يا سامي يا سامي. نرجو سلمى لا سامحني نوصل له صوتي من فضلك. خويا رافد باش يشوف الفاميليا ورافد باش يحكي مع العباد، صوتي ما نجم نوصله له كان عبر قناة. من فضلك من فضلك نحب نحكي مع خويا ونقول له يا سامي يعليك ويخليك يا سامي، مش اللي فهمنا فيه انت شدي روح واحنا نحاولوا نخرجوك يا سامي. سامحني اللي ما شديتكش كي انت قدمت نفسك بروحك، سامحني ما قلتلكش يا مهبول، قدمت نفسك وحدك للعداله ومشيت تساقيك، تفرجت فيك وخليتك تمشي، ما حقنيش سامحني. اما بربي يا سامي بربي سلمى من فضلك من هذا وخلينا في الصمود. خلينا بالصمود وخلينا تنخرجوك بالقانون، تنخرجوك ما نعرفش كيفاش اما بالقانون نخرجوك. بطاقة السراح في يدي، هاي معايا يا سامي، هاي معايا بطاقة السراح وراس خويا نخرجك، وراس خويا نخرجك. معاك القانون، معاك القانون لازم جوست نطبقوه. سلمى عندي حاجة نحب نقولها إلى سيد الوزير. يا سيد الوزير نحب نجاوبك على حاجة، على سؤالاتك اللي ديما يسألوك فيها الصحفيين واللي يقلقوك واللي يقولوا لك شنو حكاية سامي الفهري، تستهزئ بهم وتقول لهم يا أخي ما عندكم كان سامي الفهري. سيد الوزير نقول لك اللي من 21,000 سجين عندك أنت سمين لي سجين واحد خرجت فيه بطاقة سراح وما طبقتش. نعم سيد الوزير، الصحفيين يسألوك على سامي الفهري على خاطر أنت عملت بدعة من نوع عمرها ما صارت، بدعة انه واحد يقف قدام الحبس ويستنى في خوه خارج ويزمروا ويزغرتوا واعطاه حوايجه وخرج وقف قدام الحبس ويستنى باش يحلوا البيت ويعاودوا يرجعوه لبيته للشمبري نتاعو. سيد الوزير انت ما تعرفش ايش معناها الحبس، انت بالحق تحكم عليك عامين حبس اما ما جدتهمش، وكنا نعرفوا علاش ما شديتش العامين حبس اللي تحكم عليك عام 88 على خاطر صححت الميثاق الوطني. مثالش سلمى اما اليوم يا سيد الوزير منك يجي العقل، منك تجي الهمه. كان فما شويه همه في العدل نتاعك وكان مازال فما شويه ميزان في العدل نتاعك. سلمى نطبق القانون سلمى يا سيد الوزير. ارجوكي سلمى طبق القانون، راهو عيب اللي قاعد تعمل فيه، ما فماش حل اخر الا تطبيق القانون. واضح. سلمى من فضلك سامي الفهري ماهوش حاجه اقوى منك، لازم تطبق القانون. نعم يا خويا ما تحبوش امورك، سامي الفهري طبق عليه القانون. القضاء سلمى الفهري شقيقة سامي الفهري، شكرا جزيلا على تدخلك.